سيلفتي بتتريق عليا وبتقول لي يلا يا وشك مقشف. قلت لها انا وشي مقشف؟ طب تعالى ما اعمل لك ماسك واوريكي بقى مين اللي وشه مقشف بجد. ده بالنسبه لي الماسك المنقذ لاي مناسبه، للعيد، للخروجات، للافراح. الماسك الخطير اللي مفيش بعده ولا كلمه. تعالوا بقى اما اقول لكم ايه هو. من اجمل الماسكات اللي بتفرق في البشره وتحسي ان بشرتك ازاز وناعمه ومش محمره مفيهاش اي مشكله، ماسك اللي انا هعمله دلوقتي حالا. يلا بينا نعمله. عايزين نبقى امارات وعسلات وقشطات كده وحلوين، وبشرتنا تبقى حلوه وناعمه وجميله وكلها نضاره. ايه مكونات الماسك ده؟ 3 مكونات، اسمعي كلامي هتوصلي البشره قمر. معلقه نشا، لبن بودر، عسل، وما أدراك ما العسل وفوائد العسل وجمال العسل وبيخلي بشرتك زي العسل. بنقلب المكونات الحلوة دي مع بعض. نزود شوية مية ورد صغيرين قوي. هنقلب كويس قوي 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 لحد ما يندمج معانا ويبقى قوامه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام. ابتدي بقى ان انا ادهنه على البشرة. بصوا وانتوا بتدهنوه بتحسوا بطراوة كده. بشرتك كلها بقى، تحت عينك، حوالين بقك، كل حته كل حته. عايزه تدهنيه كمان على ايدك، لو عندك كفوف ايدك غامقه او عقل صوابعك غامقه ادهنيه، لان ده بيفتح وبيرطب وبينعم، بيشيل اي تصبغات في البشره بطريقه ملحوظه جدا جدا جدا. نستنى عليه لحد ما ينشف خالص وبعد كده هنغسله وننشف بمناديل مش بفوطه، يفضل مناديل مش بفوطه، وبعد كده هنرطب عادي وشنا. هستنى عليه ينشف وبعد كده هغسله واوريكم النتيجه. الماسك ده بيفتح جدا وبيشيل اي تصبغات وبيدي البشره نضاره انتوا مش متخيلينها، وهتشوفوا الفرق دلوقتي حالا. مجرد ما اغسل وشي هتشوفوا الفرق. كده عدى حوالي 10 دقايق والماسك نشف على وشي زي ما انتوا شايفين. طبعا تقدري تعمليه على رقبتك، بس انا عشان لابسه هدوم ما ينفعش ان انا اعمله، هدومي هتتبل ميه. المهم بقى ان هو نشف خلاص اهو زي ما انتوا شايفين. هدخل بقى اغسل وشي واوريكم النتيجه حالا. شايفين لما غسلت بشرتي بقت عامله ازاي؟ شايفين اللمعه دي؟ شايفين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. تعالي بقى شوفي نتيجة الماسك والبشرة بقت عاملة ازاي. ماسك من البيت مش هيكلفك اي حاجة خالص. بصوا دي النتيجة، بشرة شبه الازاز او يعتبر ازاز، بحاجة بسيطة جدا من البيت ومكونات موجودة في اي بيت. شايفين النتيجة عاملة ازاي؟ حقيقي انا مبهوره ومش هبطل الماسك ده ابدا. لو عجبك الماسك ما تنسيش تعملي لايك وشير ومنشن لاصحابك كده بقى، عشان تعملوه كلكم على العيد وتبقوا على العيد منورين وامارات.